في ناس كتير مفكرة إن كسوة الكعبة باللون الأسود ده من قبيل الشرع، لكن الحقيقة الموضوع ملوش علاقة بالشرع خالص. فأول من كسى الكعبة هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكانت باللون البني الفاتح. قبل الإسلام كان بيتم تغطية الكعبة بأقمشة مختلفة حسب التبرعات والظروف، وكانت الألوان متنوعة زي الأحمر وزي الأبيض. ولما جه الإسلام قام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكسوة الكعبة بقماش يمني مخطط بالأحمر والأبيض. أما خلال فترة الخلفاء الراشدين كانت كسوة الكعبة باللون الأبيض، وكانت الكسوة بتصنع في مصر. في عام 64 هجرية قام ابن الزبير بتغيير لون كسوة الكعبة وكساها باللون الأحمر. أما في عام 456 هجرية غير لون كسوة الكعبة المشرفة إلى الأصفر في زمن الدولة الفاطمية. وفي عام 614 هجرية قام الخليفة الناصر العباسي بتغيير لون كسوة الكعبة إلى اللون الأخضر. وفي عام 622 هجرية قام الخليفة الناصر العباسي بتغيير لون كسوة الكعبة من اللون الأخضر إلى اللون الأسود مع الأشكال المصنوعة من الذهب للتزيين. واللون الأسود هو اللي فضل موجود لحد وقتنا الحالي بسبب أنه بيتحمل الظروف الجوية وعوامل البيئة. لكن الخامات اللي كان بيصنع منها كسوة الكعبة هي تقريبا واحدة، وهي من الديباج والحرير. لو الحلقة عجبتك شير ولايك واشتراك في القناة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.